السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير، ودائما تشكركم على جميع التعليق ديالكم الجميله والدعم ديالكم، جزاكم الله خيرا. بغيت ربي يحن عليكم ويشفق عليكم ويعطيكم من ودو بخاطركم، والله يخلي لكم وليداتكم، يعطيهم النجاح ويحفظهم من شر الخلق، والله يفتح عليكم ابواب الخير، والله يشفي جميع المرضى. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الطورطه بالقهوه. طورطه بالقهوه اقتصاديه في متناول الجميع. هاد الطورطه تاع الاخوه اللي تشارك معكم راه غير تاع الناس البسطاء اقتصاديين، وتنعطيهم واحد اللمسه فنيه وتيجيو في منتهى الروعه. طورطه الاخوان جينواز بالقهوه، لاكريم بالقهوه، السيرو بالقهوه، كلشي بالقهوه، تتجي زوينه. وما تنساوش اخوتي اللي يدخل يشوف الفيديو يعمل لايك، جزاكم الله خير. هاد الطورطه الاخوان غير بجوج حبات تاع البيض، يعني جينوازه المعتمده عندي. طريقه سهله، نبداو على بركه الله باش نحضروا جينوازه. عندي هنا جوج حبات تاع البيض. البيض يكون في درجه حراره المطبخ، ولا بغيتو الجينواز ديالكم او الكيك ديالكم إلا بغيتو تحضروه يطلع لكم بالزربة، دفيو البيض، يعني ديروا البيض في ماء يكون دافي مزيان، خليه واحد 10 دقائق يدفى وخدموا الخليط ديالكم. كما قلنا جوج حبات تاع البيض، 150 غرام تاع السكر، قريصه تاع الملح، تنحركهم بالفوي واحد شويه، وغادي نخدموا الضرب. راه دغيا دغيا الاخوان تيوجد هاد الجينواز هذا اقتصادي. راه القاعده تاع الجينواز والكيك خاص الخليط يتضرب مزيان تقريبا على الاقل واحد 5 دقائق و6 دقائق، حتى تيضاعف الحجم ديالو وتيتغير اللون ديالو. راه ملي تيتخدم البيضه الاخوان راه تيولي اللون ديالو ابيض اللون كما تتشوفوا في الصوره. جينوازه ناجحه مليون في المية. ولكن الاخوان الله يجازيكم بخير، سخنوا الفران هو الاول. الجينواز خاص يدخل على الفران يكون سخون باش يطلع ويجي رطب، وتتجي الجينوازه كي الزبده تدوب في الفم. غير بجوج حبات تاع البيضه الاخوان، راه هو المعتمد عندي. راه فيديو جديد ماشي قديم ولا شي حاجه. ثم تناخذوا 80 غرام تاع الماء، يعني نصف كاس عنبه تاع الماء، ضفت له ملعقه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان. ثم تنضيفوا 125 غرام تاع الدقيق الحلويات، مع 10 غرام تاع شوكولا كاكاو بني، مع 8 غرام تاع الخميره. خلطتهم مزيان، غربلتهم، وغادي نخويهم على الخليط ونبقاو نحركوا من الجوانب ومن الاسفل حتى تندخلوا داك الدقيق. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا على الدقيق بالعبار تاع الكاس، كاس وربع الاخوان تاع الدقيق، وملعقة كبيرة تاع شوكولا كاكاو، و8 غرام تاع خميرة الحلويات. غادي نخلطو الخليط مزيان كما تتشوفوا، راه تيجي على هذا الشكل هذا. والفران ديالي راه شعلته قبل ما نبدا الخدمة الاخوان، الفران يكون سخون. خديت اللاطه دائما اللي تنخدم بهم 30 على 40. هاد اللاطات هادو هما باش تنخدم دائما 30 على 40. والناس اللي تيسولوا على هاد اللاطات هادو، اي حاجه تتعلق بلا باتيسري، اي حاجه بغيتوها تاع لا باتيسري، غادي تمشيو عند الناس اللي تيبيعوا لوازم باتيسري، ما تحتاجوش تسولوا شي واحد. هاد اللاطات هادو راه تيتباعوا، كاينين تاع 25 درهم وكاينين تاع 40 درهم. وغير هادوك تاع 40 درهم تيكونوا تقال، يعني فيهم كيلو، الا حطيتيها في الميزان تتكون ثقيله. وكاينين الخفاف، بحال هادو اللي شريت انا ب 25 درهم 30 درهم. الفران ديال الاخوان راه موجود سخون مطنطن، غادي ندخلها مباشره الماكسيموم 18 دقيقه هي موجوده. غادي نمشيو نحضروا كريم شونتي. القاعده تاع كريم شونتي دائما هو المعتمد عندي. جوج علب تاع 100 غرام، يعني 200 غرام تاع بودر كريم شونتي. ثم تنضيفوا جوج كيسان تاع الحليب، هذا فيه ملعقه كبيره تاع قهوه سريعه الذوبان. سخنتهم شويه حتى دابت ديك القهوه وخليتيهم يبردوا في الثلاجه. نتمنى ان شاء الله تفهموني. نتوما ديروا جوج كيسان عنبه وربع باش تحصلوا على كريمه تكون زايده، يعني باش تشيط لكم لا كريمه باش تخدموا، باش تزينوا الطورطه من الجناب. كما قلت لكم الاخوان، عملوا جوج كيسان عنبه ونصف تاع الحليب، ديروا فيه ملعقه كبيره تكون عامره تاع قهوه سريعه الذوبان، سخنوهم شويه حتى تذوب ديك القهوه، وديروهم في الثلاجه يبردوا وخليهم حتى تيبردوا. جوج كيسان عن ضواني تاع الحليب. يمكن لكم تستعملوا الماء، يعني تخلطوا ما بين الحليب والماء باش تقتصدوا شويه. وملعقه كبيره كما قلنا تاع قهوه سريعه الذوبان. غادي نضربوا 5 دقائق هو موجود. ها هو لاكريم ديالنا كيفاش تيجي على هذا الشكل هذا. نمشيو نحضروا السيرو. السيرو جوج كيسان عنبه تاع الماء، ملعقة صغيرة أو كبيرة، ديروا نتوما كبيرة تاع ما تكونش عامرة تاع قهوة سريعة الذوبان. وتندير واحد 50 غرام تاع السكر، غادي نديروهم فوق النار، وغادي نضيف عليهم ملعقة صغيرة تاع قرفة مطحونة. راه هاد السيرو الإخوان تاع القرفة راه تيجي في منتهى الروعة، عرفتي واحد الريحة تطلع منه في منتهى الروعة. الجينوازة ديالنا الإخوان هي موجودة، غادي نخرجوها وغادي نخليوها تبرد مزيان. هانتوما شوفوا الجينوازه الاخوان كيفاش جات بمنتهى الروعه. الجينوازه راه زوينه
ويعني وبالقهوة. من بعد ما طاب داك السيرو تنديروه غير يطيب بحال غادي نطيبوا القهوة، تنخويه فشي إناء تنخليوه يبرد. السيرو باش نخدموه دائما يكون بارد الإخوان، ما يكونش سخون باش ما يذوبش لكم لاكريم. وفيه واحد النكهة تاع القرفة جا زوين. من بعد ما بردت الجنوزة ديالنا تنحيدو داك الجوانب. طريقة ساهلة باش تنخدم معاكم الناس اللي تيتابعوني تيشوفوني ديما يعني الطريقة باش تنخدم هي باش تنخدم ديما، ما تنغيرش الطريقة ديالي في الجينواز في كلشي. تنحيدو الكاغيط مباشرة كما تتشوفوا، غادي نقسموها على جوج، وغادي ناخدو واحد الورق كارطون عبرتو على هاد الجينوازة هادي على يعني 20 على 20 على 18 على حسب الجينوازة ديالكم. خديت داك السيرو يكون بارد. ديما الكرتون الإخوان خذوا كرتون عادي وعبروه وغلفوه ببابي الالومنيوم. طريقة دائما. علاش ما درتش الكرتون دابا؟ حيت غادي نقطع من الجوانب وغادي نحولها فوق الكرتون، تنديروا لاكريم ديالنا هكا بلا بوش. الله يجازيكم بخير. الجينوازة تكون باردة والسيرو يكون بارد. راه السيرو الا كان سخون غادي يذوب لكم لاكريم. تنسلحوا داك لاكريم عشوائيا كما تتشوفوا، تنقادوه بالسباتول وتنديروا الجينوازة الثانية ونسقيوها بنفس الطريقة. هاد السيرو الاخوان راه زوين. هاد السيرو هذا راه كنا تنحضروه في المخابز، يعني حتى داك السيرو ديال الحامض ولا السيرو تاع الليمون تنديروا فيه سميتو القرفة عواد، ولكن هادوك تنديروا فيه القرفة عواد. بالنسبة لهذا ديال القهوة تنديروا فيه قرفة مطحونة. تنديروا لاكريم بنفس الطريقة ونملسوه ونقادوه بالسباتول. هاد البلاصة هادي غادي نقادوها لأن غادي نديروا ليها واحد الكلاصاج ديالها. دابا شنو غادي نديرو الاخوان؟ بعد ما قادينا داك لاكريم غادي ناخذ واحد الموس وغادي نقطعوها. دائما ملي تبغيو تقطعوا الاخوان ديروا ماء يكون مغلي مزيان، يكون بحال غادي تعمروها تديروا الموس وتقطعوا وتمسحوه بشي شيفون وديروا عاوتاني الموس من جديد في الماء باش تجيكم تقطيعه مقاده. واللي عنده شي سؤال الاخوان يكتبوا لي في التعليق، راه كلشي تنجاوب، راه جميع التعاليق تنجاوبهم، راه ما تنخلي حتى شي تعليق. غادي نحيد هاد الزوائد هادو وغادي نرجع لكم. هادي غادي نحولوها الاخوان ديما السباتول الا بغيتو تحولوا الحلوه ديالكم. تنقطعوا دوك الجوانب، نمشي لداك الجنب الثاني نقطعو. ودابا غادي نديرو فوق الكرتون كما قلت لكم الاخوان، كرتون عادي. وملي غادي نحولوه دائما تنديرو السباتول ونعاونو باليد ديالنا وتنحطوها في وسط الكرتون راه دوك الجوانب خليناهم باش نزينوهم بلا كريم، باش نقادوهم. الا بغيتو تزينوهم بلا كريم تناخدو لاكريم تنديرو دوك الوريدات. هاد الوريدات الاخوان هاد الزواقه خصها تكون وحده حدا اختها. علاش تنقول لكم ديروا وحده حدا اختها؟ في حالات تجنبوا داك المشكل تاع الكلاصاج الا كان جاري باش ما يتخواش لكم في الجنب تاع الحلوى. غادي ندخلها المجمد واحد 15 دقيقه، يعني ما غاديش تحتاجو بزاف. نمشيو نحطوا واحد الكلاصاج اقتصادي. عندي كاس عنبه تاع الحليب، نصف كاس عنبه تاع الماء، وملعقه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان. عندي هنا 40 غرام تاع الشوكولا، اي شوكولا توفر عندكم. 15 غرام تاع بودر كيم باتيسير، 50 غرام تاع السكر. كما قلنا كاس تاع الحليب، نصف كاس عنبه مع ملعقه صغيره تاع قهوه سريعه الذوبان. عندي هنا 15 غرام تاع بودر كيم باتيسير، يعني ملعقه كبيره ما تكونش عامره، و50 غرام تاع السكر. غادي نديروهم فوق النار وبقاو نحركوا فيهم حتى تعقد. راه ماشي كاع تعقد، المهم تيبان لكم خاطر يعني ثقيل شويه. تقريبا 5 دقائق تيوجد معكم، ما تياخذش الوقت كثير. النار تكون مهيله. صافا الاخوان دابا راه بدات تقال. غادي نطفيو عليه وغادي نهبطو. غادي نهبطو غادي نضيفو عليه تقريبا 40 غرام تاع الشوكولا. اي شوكولا تنطفر عندكم الاخوان، واخا تاع كرواسه ممكن لكم تستعملوه او غالا، المهم 40 غرام. عبروا بالميزان الاخوان باش يجيكم البلاصاج هو هذاك، ما يقصحش لكم. تنحركوه مزيان حتى تذوب ديك الشكلاط، راه تيجي لذيذ الاخوان. وغادي نخليوه يبرد. من بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور الاخوان داك الكلاصاج راه بارد، حركوه مزيان عاد خوه فوق الحلوه ديالكم. انا راه خليته حتى برد كاع، ما دفيتوش، كنت ندفيه شويه ولكن ماشي مشكل. غادي نقادو، غادي نشدها غادي نخبط بها شويه وغادي يجي مقاد. غادي نمشيو نزينوها الاخوان. تناخذوا نفس لاكريم تنديروا ليها هذيك الزواقه اللي بالجنب كما تشوفوا، وقولوا لي الاراء ديالكم الاخوان
نتمنى إن شاء الله تعجبكم هاد الطورطة هادي، الطورطة اقتصادية في متناول الجميع، وفرحوا وليداتكم، وتتجي رخيصة وسهلة، ما غتعذبك ما والو، وهادي راه ما تحتاج لا ثلاجة لا والو، يعني بحال هاد الطورطات هادو راه ما تيحتاجوش ثلاجة، ممكن ليا نحضرها بلا ثلاجة ما حتى حاجة. في حالات بغيتو تزيدو تزينوها تديروا الفواكه المعسلة من الجناب كما تتشوفوا وتحصلوا على هذا الشكل هذا. وصلنا لنهاية الفيديو، بسلامة عليكم الإخوان، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.